يلا بقى رمضان قرب، كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب دايما. هنبدأ بقى نعمل تجهيزات رمضان، وأول حاجة بقى هنعملها إن شاء الله هنعمل المخلل. هنبدأ بقى كده بمخلل الجزر طبعا اللي محدش بيختلف عليه أبدا أبدا. تمام. ده كيلو جزر. هجيبه واغسله كويس جدا جدا وانضفه كويس. وبعد كده بقى هقطعه بطريقة جميلة جدا وسهلة قوي قوي هتشوفوها دلوقتي. هابدأ كده أقطّعه حلقات، وبعد كده بقى الحلقات ديّة هاقطّعها كده لصوابع رفيّعة، زي ما كإنِّك بتقطّعي بطاطس كده، بس بقى بسكينة مشرشرة كده عشان تخلّي شكله حلو. وبعد كده ممكن تقطّعي بأي سكينة تانية عندِك عادي، لو ما عندكيش السكينة ديّة أي سكينة ممكن تقطّعي بيها. وبعد كده بقى هاقطّعه كلّه كويس كده. طبعًا أنا هاكون غاسلاه الأول، غاسلاه كويس جدًا، جدًا، وهاغسله تاني برضه. أنا مخلّي الجزر مش باحب الجزر أقشّره، باحب أغسله بس غسلة حلوة كده كويس أوي، أوي. وخلاص بقى بعد كده بقى بابدأ أعمل بقى المحلول بتاعه، اللي هو بقى مَيّة مغلية وأسيبها تبرد. المَيّة لازم تكون مغلية وتبرد تمامًا. بعد كده هانزل عليها بقى بعصير ليمون. وبعد كده هاحط في لتر مَيّة، ده لتر مَيّة هاحط عليه عصير ليمون، ليمونتين، وهاحط عليه معلقة خل ومعلقة سكر و4 معالق ملح، وهاقلب كويس جدًا، جدًا، وهاحط شطة كمان، وهاقلب كويس جدًا، جدًا. وأبدأ بقى أحط الجزر كده والفلفل الحامي في البرطمان، وأنزل بقى كده بالمَيّة، وهاحط بقى البرطمان كده أقفله كويس جدًا، جدًا، وأحط عليه الغطا بتاعه وأسيبه بقى. لو هتبدئي تاكليه دلوقتي أسبوع وهتفتحي عليه. لو هنسيبه بقى لرمضان بعد أسبوع وأدخّله التلاجة على طول، يعني أسبوع برّه التلاجة وبعد كده أدخّله التلاجة. مش قادرة أقول لِك بقى طعمه بيبقى عامل إزاي، جميل جدًا، جدًا، جدًا. لو أول مرّة بتتفرّجي عليَّ بقى يا ريت، يا ريت ما تنسينيش باللايك وتشتركي في القناة عشان يوصلِك كل جديد إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين وبخير يا رب، ويا رب، يا رب يجعل أيامكم كلّها خير وسعادة إن شاء الله. شايفين جماله؟ كان حلو جدًا، جدًا، وكان جميل أوي، أوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.